ماشي على البحر في قرية أهلها أغبياء قوي عمالين يهتفوا بطل يا هريدي بطل يا هريدي. سألهم انتوا بتهتفوا ليه؟ قالوا له احنا في مسابقة وهريدي أحسن واحد يغطس فيه. قال لهم ليه؟ هو غطس قد إيه؟ قالوا له غطس من 3 أيام ولسه ما طلعش. هل تعاني من ألم المفاصل أو تعاني من القولون أو حتى تعاني من ألم في عظامك أو دوخة في الرأس؟ هل تعاني من تساقط الشعر وسرحان مفاجئ وخمول في جميع أنحاء الجسم؟ الله يشفيك ويعافيك، والله ما باليد حيلة، أغلب الشعب كده مش أنت بس. واحدة حبت تفاجئ جوزها بعيد ميلاده وقالت له يلا نروح نحتفل باليوم الحلو ده في الكازينو. اول ما وصلوا حارس الكازينو قال له اهلا ابو خالد اتفضل. مراته قالت له يعرفك منين ده؟ قال لها ما يروحش تفكيرك لبعيد، ده كان زميلي في المدرسه. دخلوا جوه الكازينو بتاع الشيشه قال له شيشتك زي العاده مش كده؟ مراته قالت له وده كمان يعرفك منين؟ قال لها ما تفهميش غلط، ده كان معايا في فريق كره السله. الجرسون جه وقال له ترابيزتك جاهزه يا ابو خالد. مراته قالت له وكمان ليك ترابيزه هنا؟ قال لها لا ده كان جارنا في العماره. قالت له يلا نطلع من المكان الزفت ده، وطلعوا ووقفوا تاكسي. هو ركب جنب السواق وهي ورا. السواق قال له ازيك يا ابو خالد، ذوقك في الستات النهارده زي الزفت. ما لقيتش غير دي. المهم ابو خالد في غرفه العمليات بيحاولوا يطلعوا كعب الجزمه من دماغه. محشش سهران في الشارع، اتصلت عليه مراته وقالت له تعالى بسرعة عيالك تعبانين لازم توديهم المستشفى. وهو راجع في الطريق شاف لوحة مكتوب عليه لا تسرع أولادك في انتظارك. قال شوفوا بنت الكلب ما خلت حد إلا وقالت له. محشش صلى باصحابه ولما خلص صلاة مدحوه قالوا له انت المفروض تصير إمام مسجد. قال لهم ايه رأيكم ده انا كمان مش متوضي. واحد محشش ضرب 2 بالعربية، واحد مات والتاني عمال يتوجع. المحشش قال له من الدلع، صاحبك مات وما قالش حاجة. واحد عنده كلب بوليسي بس جبان جدا وبيخاف من صوت ضرب النار. فكر ان يبعته في الافراح البلدي عشان يتعود على صوت ضرب النار. وبعد شهر جاب الكلب واخده معاه عشان يصطاده. واول ما ضرب نار الكلب قام مزرغر. محشش راكب على حمار شاف واحدة ماشية. قال لها انا اول مرة اشوف بنت بتمشي. قالت له وانا اول مرة اشوف حمار بدورين. واحد اسمه مبروك اشترى خروف العيد فجارتهم عفاف معدية فبتقول له مبروك الخروف. قال لها عفاف الكلب. ست بتقول لجوزها قول لي كلمة احس فيها ان مراتك. قال لها انت طالب. غبي اشتغل في السعودية راعي غنم. سألوه اهله انت بتشتغل ايه؟ قال لهم بفسح المعيز. واحد مسطول قاعد مع مراته بيقول لها في عندنا لبن؟ قالت له في عندنا عسل؟ قالت له في عندنا تمر؟ قالت له قال لها طب قومي اعملي لنا بيتزا. محشش اول مره ياكل لبانه قال والله ما انا انام غير لما اخلصها. طالب في مدرسة كل ما تشوف الأبلة تقول له يا غبي. الولا عيط راح قال لابوه بابا الأبلة كل ما تشوفني تقول لي يا غبي. الأب راح للأبلة قال لها أنت ليه بتقولي لابني يا غبي؟ قالت له دلوقتي تشوف ابنك غبي ولا لا؟ قالت الأبلة للطالب روح شوف عند المدير أنا موجودة هناك ولا لا؟ الطالب راح يدور ورجع قال لا أنت مش موجودة هناك. قالت كويس روح دور عليها في حوش المدرسة يمكن أنا هناك. راح ورجع قال لها لا برضه مش موجودة هناك. قالت الأبلة لأبوه دلوقتي عرفت ليه بقول له يا غبي؟ قال لها الأب يا ست احتمال أنت النهاردة واخدة إجازة. واحد مصري راح يخطب بنت. سأله ابو البنت انت بتشتغل ايه؟ قال له بشتغل في مناجم الماس. قال له ابو البنت ما شاء الله طيب قول لي يا ابني وما كان شغلك فين بالظبط؟ قال له هنا في مصر. رد عليه بعصبيه ليه هو في مصر مناجم الماس؟ قال له ما هو يا عم انت اللي ابتديت تستهبل الاول، هو في مصر حد بيشتغل اساسا؟ واحد محشش اشترك في مسابقه من سيربح المليون بيسالوه اسمك ايه؟ طلب راي الجمهور. محشش دخل السينما لقى مكتوب عليها ممنوع الدخول لأقل من 18. راح جاب 17 واحد دخلوا معاه. بنت اسمها زينة راحت حفلة علقوها. حمار اتجوز بطاطساي خلفوا بطاطس محمرة. مرة طباخ عمل فيديو كريب. بنت اسمها نور غسلت وشها اتكهربت. محشش قطع راس اخوه وهو نايم وقال لما يصحى من النوم هيموت من الضحك. مرة واحد بيقول لصاحبه انا اول عيد زواج ليا وديت مراتي رحلة في اليابان. رد عليه وقال له امال في عيد جوازك ال20 هتوديها فين؟ قال له هروح اجيبها من هناك. 3 بخلاء قوي اتفقوا مع بعض اللي يتكلم الاول هيجيب عشاء للباقيين. قعدوا 3 ايام من غير ولا كلمة. اهل القرية قعدوا يدوروا عليهم مش لاقيينهم. قالوا تعالوا نبص عليهم لا يكونوا جرى لهم حاجة. دخلوا عليهم البيت لقوهم ميتين. غسلوا اول واحد وكفنوه وغسلوا التاني وكفنوه.
وهم بيغسلوا التالت ويجوا يكفنوه قال لهم بصوت واطي انا حي. الاتنين راحوا طالعين من الكفن وقالوا له العشاء عليه. واحد راح قال لامه انا عايز اتجوز، قالت له عايز مواصفات العروسه ايه يا حبيبي؟ قال لها عايزها طويله وبيضه وبتشتغل. راحت تاني يوم جابت له تلاجه. واحد بيسال ابوه هو الحب اعمى؟ قال له شوف امك وانت تعرف. واحد اتجوز اخت صاحبه، اول ما دخل الغرفه لقاها نسخه من اخوها، شك انه مقلب، اتصل على اصحابه وسالهم عوض عندكم؟ قالوا له ايوه. قال لهم الله لا يبشركم بالخير. واحد غبي واقف يتكلم قدام المروحه عشان يتكلم على الهواء مباشره. مره مجموعه من النمل بيلعبوا ومعاهم صرصار، ليه؟ عشان يكون معاهم لاعب اجنبي. واحد محشش بيسال واحد الساعه كام؟ قال له معرفش. قال له غريبي انا عندي معرفش الا 5. نصيحة من محشش، مش أي حد يخبط على قلبك تفتح له، علشان في عيال بتخبط وتجري. واحد بيصوت في جنازة مراته، سألوه أنت كنت بتحبها أوي كده؟ قال لهم لا، بس أسمع إن الصوت بيعذب الميت. محشش بيقول لصاحبه عاوزين ندوق مرارة الغربة، الواحد جاله السكر من حلاوة الوطن. دكتورة صيدلانية بتتخانق مع جارتها، قالت لها تفوق عليكي 3 مرات بعد الأكل. بنت اشتكت لأبوها إن أولاد الحارة بينادوها كيكة. ذهب الأب للأولاد وقال لو سمعت مرة تانية حد منكم بيناديها كيكة راح يكون آخر يوم في عمره. في اليوم التاني ماشي الأب وبنته في الحارة والشباب قاعدين، فالأول قال ماء، التاني قال طحين، التالت قال كريمة، الرابع قال سمنة، الخامس قال بيض. الأب بصلهم وهو بيضحك وقال الراجل فيكم يخلطهم ببعض. واحد غبي بيلعب بالقنبله وبيحدفها من الايد اليمين للايد الشمال، فجي واحد تاني بيقول له خلي بالك لا تنفجر فيه، فرد عليه ما تخافش يا عم انا معايا واحده تانية. بنت بتقول لابوها انا رايحه اذاكر مع صاحبتي. قال لها ونضمن منين ان انت مش بتكدب عليا؟ قالت له انت بتشك فيا يا دادي؟ قال لها لا يا بنتي، بس امك كانت بتقول لي جدك كده لما كانت تيجي تقابلني. لو مراتك زعلتك في أي وقت ما تتكلمش معاها كتير، اقلع الشبشب أو الجزمة اللي في رجلك وادخل الجامعة صلي وادعي لها بالهداية. واحد منوفي قال لابنه لو نجحت السنه دي هجيب لك كوره. الواد شد حلو ونجح وابوه اشترى له كوره، فبيقول لابوه طب لو نجحت السنه الجايه؟ قال له هنفخها لك. 3 محششين راحوا يسرقوا بنك، واحد دخل يسرق والتاني واقف يراقب والتالت راح يبلغ الشرطه. واحده بتسال جوزها ايه الرسائل اللي على تليفونك دي؟ قال لها دي من موبينيل. قالت له موبينيل بتقول لك هنتقابل فين وامتى؟ قال لها اه انا مستلف وعايزين فلوسهم. واحد محشش اشترى رسيفر، راح لامه قال لها انا جبت رسيفر. قالت له جبت فلوسه منين؟ قال لها بعت التلفزيون. بيقول لك مره واحد كان مسافر، مراته بتقول له مش هتسيب لنا حاجه من ريحتك؟ راح مفسلهم في الصاله. واحد بيسأل التاني الحروف اللي على العربيات جي ار وجي ال معناها ايه؟ قال له جي ال يعني جديده لانج، وجي ار يعني جديده رخره. راجل اتجوز من موظفه بشركه الاتصالات، في ليله من الليالي كانت تعبانه من الشغل، نام الزوج بقربها والتصق بها، قالت الرقم المطلوب لا يمكن الاتصال به حاليا، من فضلك حول الاتصال في وقت لاحق، ولفت وادته ظهرها، بعدين حضنها، قالت هذا الرقم المطلوب غير داخل بالخدمه، الرجاء التاكد من صحه الرقم وشكرا، اداها ظهره ونام، قالت عزيزي المشترك شكرا لتفهمك وحسن تعاملك ونتطلع لخدمتك لاحقا. رد على زوجها وهو غضبان وقال ينعل الأب اللي ما عندوش خط تاني. خافت الزوجة وقالت عزيزي المشترك لقد تم تفعيل الخدمة التي طلبتها الآن ونرجو أن تنال رضاكم. في واحد أكل رغيف كامل قام كامر مات من الجوع. في واحد نام ساعة صحى يسوره. كل العالم منحرفين إلا أنا من حرف واحد. 3 محششين اشتروا تلاجة وعايزين يطلعوها شقتهم في الدور العاشر، دخلوا العمارة ووصلوا الدور التاسع وتعبوا، قالوا احنا خلينا نريح شوية. واحد منهم قال لهم استنوا ريحوا شوية على ما اطلع اشوف الدور. طلع ونزل قال لهم انا عندي خبرين، الاول حلو والتاني وحش. قالوا له هات الخبر الحلو. قال لهم الخبر الحلو ان فاضل دور، والخبر الوحش ان دي مش عمارتنا اصلا. واحد غبي بيقول لصاحبه المفروض انا وانت نطلع فنانين. صاحبه قال له ايه فنانين؟ صاحبه قال له فنانين ازاي؟ قال له انت فنان تشكيلي وانا فنان اشكيلة. واحد بيتهرب من مراته، اتصلت بيه وقالت له الو، عامل نفسه مش سامع يقول الو الو، قالت له احلف انك مش سامع. قال لها والله.
واحد منوفي جاله ضيف وقت الغدا، فالمنوفي قال له انت متغدي؟ الضيف قال له لا والله. المنوفي رد وقال له يا خساره، لو متغدي كنت عملت لك شاي. واحد راح يستقبل ابن عمه في المطار. المهم هما راجعين من المطار بيسألوا انت بقالك 10 سنين في امريكا، كنت بتدرس ايه؟ رد عليه ابن عمه وقال له علم المنطق. فقال له يعني ايه علم المنطق؟ قال له صعب اللي درسته في 10 سنين اشرحه لك في ساعة، بس انا هدي لك مثال على المنطق. قال له ماشي. قال له انت عندكم كلب في البيت؟ قال له ايوه عندنا كلب. قال له طالما عندكم كلب يبقى عاملين له بيت في الحوش. رد عليه قال له صح عاملين له بيت. قال له ما دام عندكم حوش اكيد انكم عايشين في فيلا. رد عليه صح يعني عايشين في فيلا. ما دام انكم عايشين في فيلا اكيد ابوك غني. رد عليه صح ابويا غني. قال له ما دام ابوك غني اكيد امك هتقعد في البيت، يعني مش محتاجه تشتغل رقاصه عشان تجيب فلوس. رد عليه صح امي قاعده في البيت. قال له هو ده المنطق، انك تبني شيء على شيء. من وجود الكلب في بيتكم استنتجنا ان امك مش رقاصه. رد عليه ياه هو ده المنطق. المهم صاحبنا راح عند اصحابه بالليل وحب يتفلسف عليهم وسالهم تعرفوا يعني ايه المنطق؟ رد واحد لا والله ما نعرفش حاجه. سال صاحبه انت عندك كلب في البيت؟ رد عليه صاحبه لا ما عندناش. قال له تبقى امك رقاصه. مرة نجار عجبه بوست راح مشانيره. مرة نقاش بنته تعبت صنفرها بره. غبي مسافر مع واحد صاحبه وطول الطريق وهو عمال يقول يا ريتني جبت التلفزيون يا ريتني جبت التلفزيون. وصل المطار صاحبه قال له يا اخي انت صدعتني، انت عايز تلفزيون تعمل بيه ايه؟ قال له ما هي الجوازات فوق ايه. ابني بيسأل ابوه الحب بيزيد ولا بيقل بعد الجواز يا بابا؟ رد ابوه قال له بيضيع زي فردة الشراب اللي في الغسالة بالظبط، يعني هو موجود في البيت بس مش لاقيينه. محشش اشترى جهاز المشي شغله وقعد يجري عليه ساعة ساعتين 3. دخلت عليهم وقالت له خلاص يا ابني لا تموت. قال لا والله ما انا نازل غير لما اشوف هيوصلني فين. واحد ماشي مع حبيبته فبتقول له قول لي كلمة تزيد دقات قلبي. قال لها اخوك ورانا. في اوروبا اول ما الراجل يزعل تزداد عليه الضغوط ويكره الحياة ويقرر الانتحار. عندنا في مصر ام الدنيا، الراجل يبقى مديون ومتخانق مع مراته وما دفعش ايجار البيت والعربيه في الورشه وعنده حموضه والقولون والضغط والسكر والموبايل بايظ وما فيهوش رصيد، وتلاقيه قاعد على القهوه بيلعب طاوله وبيقول لصاحبه انا بفكر اتجوز. سأل واحد بخيل طحن تعمل ايه لو الدنيا برد؟ قال له اروح جنب الدفاية. قالوا له لو الدنيا بردت اكتر؟ قال له اقرب من الدفاية اكتر. قالوا طب لو بردت اكتر؟ قال الزق في الدفاية. قالوا له طب ولو نزل تلج؟ قال اشغل الدفاية بقى وامري لله. مرة واحد مسطول مروح البيت وبقاله ساعة مش عارف يفتح الباب. مراته من البلكونة بتقول له ارمي لك المفتاح. قال لها لا المفتاح معايا ارمي لي خرم الباب. فار عمال يجر في اسد ميت لقى الحيوانات كلها بتسقف له، قال لهم انا لما بتعصب ما برحمش حد. سألوا الفار طموحك ايه في المستقبل؟ قال لهم ابقى ماوس كمبيوتر. دكتور تخدير سأل امرأة كم عمرك؟ لأن التخدير العملية لازم نعرف عمرك. قالت له عمري 25. قال لها أكيد لأن الجرعة بتختلف بحسب العمر. قالت له 30. قال لها في مخاطر وغيبوبة؟ قالت له عمري 38. قال لها الشلل وارد؟ قالت له 48 سنة والله ما هزود لو مت فيه. واحد غبي اول ما سمع اذان العصر راح فاطر على طول. الناس قالوا له يا حمار انت فطرت؟ قال لهم الاذان اذن. قالوا له بس ده اذان العصر. قال لهم سبحان الله نفس اذان المغرب بالظبط. عيل غبي بيسأل امه ماما ليه بتسمي اخويا الصغير عصفور؟ قالت له دايما الاطفال الصغار عصافير، انت بتسأل ليه؟ قال لها لاني طيرته من فوق السطح وما طارش. حكمة محشش: العقل السليم في البعد عن الحريم. واحدة جوزها مات ولقت في الوصية انها تحط كل امواله معاه في القبر، بعدين حطت معاه صندوق صغير. المحامي قال لها انت كده ما نفذتيش الوصية. قالت له انا حطيت كل فلوسه في حسابي في البنك وكتبت له شيك باسمه يستحق الصرف في اي وقت. وهنا لسع ابليس ابنه كف وقال له اتعلم يا ابن الكلب. كتب الزوج في وصيته يجب على زوجتي أن تضع كل أموالي معي في القبر عند الدفن. وضعت الزوجة صندوقا بدل النقود. قال لها المحامي لم تنفذ الوصية بل وضعت صندوقا فماذا فيه؟ الزوجة لقد وضعت كل أمواله في حسابي في البنك وكتبت له شيكا باسمه بكل أمواله يستحق الصرف في أي وقت. مرة 2 مساطيل راكبين عربية، فواحد بيقول للتاني حاسب قدامك شجرة، فالتاني ما ردش عليه، فعلى صوته شوية قدامك شجرة برضه ما ردش عليه، فقال له حاسب قدامك شجرة، طخ خبطه في الشجرة، فطلع من العربية وبيقول له مش قلت لك قدامك شجرة؟ فالتاني رد عليه وانا اعمل لك ايه؟ مش انت اللي سايق؟
محشش كشف نظر وطلع نظره 6/6. قال والله لولا الدكتور لخبطني كنت جبت اكتر. محشش اتصل على الخطوط الجوية وسألهم بكام حلاقة الشعر والدقن عندكم؟ رد عليه الموظف وقال له انت متصل فين؟ الرقم غلط. رد المحشش وقال له لا غلط ولا حاجة، مش انتوا حاطين اعلان بالجريدة حلق معنا بارخص الاسعار؟ محشش اتصل على شركة الاتصالات، رد عليه الموظف قال له اخدمك ازاي؟ المحشش قال له سلك التليفون عندي طويل، ممكن تسحبه من عندك شوية؟ بيقول لك واحدة صيدلانية جوزها اتجوز عليه، بعتت له تقول له ما تفرحش قوي، نفس التركيبة بس شركة تانية. واحد بيقول لصاحبه المحشش يا ابني هي دي الخروجة الجامدة اللي قلت لي عليها جايبنا المقابر؟ المحشش قال له يا ابني دي الناس بتموت عشان تيجي هنا. سأله حكيم ما هو الزواج؟ فقال هي الحرب الوحيدة التي تنام فيها بجانب العدو. النسيان صحيح نعمة، بس لو نسيت موبايلك مع مراتك خلي نعمة تنفعك. واحد جاب لمراته هدية في عيد الأم، فقالت له ليه جبت لي هدية وأنا لسه مش أم؟ رد عليها ازاي؟ ده أنت أم المشاكل وأم المصاريف وأم المشاوير وأم المصايب وأم القرف كله. واحد محشش بص في الساعة لقاه واحدة، فراح قال لها وبقول لك ايه تتجوزيني؟ مرة واحد مسطول شاف قطة اخدها البيت لمراته وقال لها شايفة القرد؟ قالت له دي قطة يا منيل. قال لها انا بكلم القطة، حد كلمك؟ 10 صعايدة بيتعلموا ربط الكرافتة، 9 ماتوا وواحد في حالة حرجة. مرة واحد بلدياتنا دخل خلاط الاسمنت طلع منه قال والله ما انا داخل الملاهي تاني. مرة 5 دخلوا كلية الهندسة، 2 طلعوا مهندسين و3 مدينة نصر. واحد محشش راح يتجوز، ابو العروسه قال له انا عايز مهر 50,000 جنيه. قال له ليه يا عمي؟ ده انا قدامي واحده ب5000 جنيه وحامل. واحده بتقول لي جوزها تصدق انا لسه بحلم بيوم جوازنا؟ قال لها هي لسه الكوابيس دي بتجيلك؟ واحد بيقول لصاحبه انا مش قادر اصوم لحد المغرب، صاحبه قال له صوم لحد تونس. واحد منوفي دخل على طبيب اسنان قال له شيل الضرس من غير بنج، الدكتور قال له صعب وهتتألم. المنوفي قال له انت تخلعه ولو حسيت بألم هديك فلوس ولو ما حسيتش هتشيله ببلاش. الدكتور عجبته الفكره وراح شايل الضرس، وصاحبنا ما حسش باي الم وما دفعش فلوس ومشي. المهم الدكتور كتب في جروب الدكاتره انا النهارده شلت درس الواحد من غير بنج. رد عليه دكتور فاتح في نفس الشارع هو الندل ده جالك؟ انا اديته ابره بنج وقلت له استنى بره شويه ومشى وما رجعش. محشش بيسأل محشش تتوقع الجمعة يوافق آخر الشهر؟ رد عليه لو ضغطنا عليه يمكن يوافق. في بلد كلها أغبياء، في نهاية البلد حفرة كبيرة، كل ما واحد يعدي يقع في الحفرة، فقالوا لازم نجيب حد ذكي يحل المشكلة دي. جابوا أذكى 3 في البلد، الأول قال احنا نقف هنا واللي يقع نطلعه ونوديه المستشفى. التاني قال له انت غبي، ما احنا نجيب الإسعاف تقف هنا واللي يقع تاخده هي توديه المستشفى. التالت قال ما انتوا بلد أغبياء بصحيح، ما احنا نردم الحفرة دي ونحفر واحدة تانية عند المستشفى. مرة مفتاح مات أهله ما زعلوش عليه عشان كانوا مطلعين عليه نسخة تانية. مرة ترز كان ماشي في حتة مقطوعة قام مخيطها. نكتة ماشية في الشارع تعيط، سألوها مالك؟ قالت لهم واحد ضحك عليا. مدرس لغة عربية شاف مراته في الشارع قال واو الجماعة. مدرس رياضة عمل حادثة، الدكتور قال له عندك كسور كتير، قال له وحد المقام. مرة واحد اسمه أنس اتجوز واحدة اسمها ليه، خلفوا بنت سموها أنسولين. مرة واحد أحول جه يعيط قام مريل. مرة واحد أحول راح يجيب أمه من المطار بس الشنطة وشال أمه. مرة واحد غبي ماشي في الشارع قابل واحد صاحبه قال له ازيك يا عادل شكلك اتغير خالص. قال له بس أنا مش عادل. قال له كمان غيرت اسمك؟ جحا فتح محل فراخ في مصر، جاله مفتش التموين وسأله انت بتأكل الفراخ دي ايه يا جحا؟ قال له بأكلهم رز. قال له المفتش ده انت مصيبتك سودا، هو حد لاقي الرز؟ غرامة 100 جنيه. تاني يوم رجع له بتأكل الفراخ ايه يا جحا؟ قال له بأكلهم قمح. قال له ده انت مصيبتك سودا، هو حد لاقي القمح؟ غرامة 100 جنيه. تالت يوم بتأكل الفراخ ايه يا جحا؟ قال له ذرة. المفتش قال له مصيبتك سود، هو حد لاقي الذرة؟ غرامة 100 جنيه. رابع يوم بتأكل فراخ ايه يا جحا؟ قال له بدي كل فرخ جنيه وهي تاكل اللي عايزاه. محشش ماشي في الشارع لقى مذيعة بتسأله بتقول له هو القمر فين؟ قال لها اهو. قالت له مبروك كسبت معانا 20 جنيه. قال لها في واحد تاني هناك اهو.
محشش مراته ولدت توأم، من الفرحة حلف على الدكتور ياخد واحد. مرة رقم 1 عزم كل الأرقام على حفلة، ما عدا رقم 8 عشان كانوا متخانقين. قال لها انت ايه جابك، مش انا ما عزمتكيش؟ قالت له اخص عليك يا راجل، انا صفر بس رابطة وسطي. واحد اتصل على مدير الفندق وقال له تعالى عندي حالا، اتخانقت انا ومراتي وهي عايزه ترمي نفسها من الشباك. المدير قال له انا اسف يا فندم، دي مشاكل عائليه ملناش فيها. قال له مش مشكلتكم ازاي، الشباك مش راضي يفتح. 3 محششين عايزين يدخلوا حفله لأم كلثوم ببلاش. المهم راحوا لشباك التذاكر، الاول قال انا الموسيقار فخلوه يدخل، التاني قال انا الطبال فدخلوه، التالت احتاس ومش عارف يقول ايه، راح قايل لهم انا كلثوم وعايز امي. عريس بيقول لعروسته لازم تعرفي ان كلمتي في البيت زي الساعة. بصت له بغضب قال لها يعني ولا بتقدم ولا بتأخر. في 2 كدابين قوي قاعدين قدام الاهرامات، الاول قال للتاني تعرف الهرم ده ابويا هو اللي بنيه، فالتاني قال له تعرف البحر الميت، قال له اه، قال له اخواتي هم اللي قتلوه. ولد بيسأل ابوه بابا يعني ايه راجل؟ قال له يا حبيبي راجل يعني حمش، يعني يقول الكلمة مرة واحدة فتتنفذ. رد الولد وقال له يا سلام يا بابا، يا ما نفسي اكبر وابقى راجل زي ماما. بنت جابت رقم جديد وحبت تفاجئ جوزها، راحت المطبخ واتصلت بيه وقالت له ازيك يا حياتي، قال لها كلميني بعدين لحسن البقرة في المطبخ. زوجة بتقول لزوجها امبارح صاحباتي كانوا عندي وكانوا معجبين بأناقتي وجمالي، قال لها والحاجات المعفنة ما اتكلمتوش عنها؟ قالت له ابدا لاننا ما جبناش سيرتك خالص. واحد بيقول رحت السجل المدني اجدد البطاقة، لقيتني متوفي من شهرين، فقلت للموظف اعمل ايه؟ قال لي اعمل كولدان. واحد مسطول اشتغل سواق تاكسي، شاورت له واحده وقف وسالها رايحه فين؟ قالت له المهندسين. قال لها روحي بس ما تتاخريش. واحد كتب على الفيس ست عظيمه شكرا لابي على حسن الاختيار، رد ابوه قال له ده انت لو شفت التانيه هتتهبل. واحد بخيل بياكل فوزده، مراته قالت له اكلني معاك، اداها واحده، وبعد شويه قالت له هات كمان واحده، قال لها والله العظيم كله نفس الطعم. بنت فوق عينيها شامه، شافها محشش، قال لها هي عين ولا غين؟ محشش حرك مزهريه في متحف وانكسرت، المسؤول جاله يجري قال له الله يخرب بيتك دي من القرن ال18. المحشش قال له خوفتني احسبها جديده. الرجاله نوعين، النوع الاول يسمع مراته ويقرا افكارها ويفتخر بيها ويدعمها، واذا كانت غضبانه يمتص غضبها ويجعلها هاديه ومبتسمه. اما النوع الثاني هو اللي عندكم كلكم. مسطول ركب تاكسي، السواق نزل عشان يجيب سجاير، فراح المسطول خلع الفتيس من العربيه، فلما رجع السواق قال له انت خلعتها ليه؟ قال له شفتك عمال تلخلخ فيها قلت لما اشيلها لك عشان تعبان. واحد محشش دخل الصيدليه، قال يا دكتور انا حاسس بوجع جامد قوي بس مش عارف فين وبيجي لي كل يوم بس مش فاكر امتى. الدكتور قال له بسيطه، انا هديك دواء مش فاكر هو بيعمل ايه وهتاخده كل يوم بس مش عارف ازاي، وهتخف ان شاء الله بس مش عارف امتى. بعد عشاء رومانسي مع مراته قام يغسل ايده وبعدين رجع وحضنها بشده، مراته دمعت وقالت له انت بتحبني للدرجه دي؟ قال لها تنيلي انا ما لقيتش فوطه قلت انشف ايدي. واحد اتجوز بعد شهر مراته بقت تحس بدوخة، قال اكيد حامل، راحوا عند الدكتور قال لهم لا ده انتفاخ. بعد كمان شهرين حصل معاها نفس الاعراض، راحوا عند الدكتور قال لهم ده انتفاخ. بعد كام شهر حصل معاها نفس الشيء، راح عند الدكتور قال لهم نفس الموضوع. اتعصب الراجل وطلع عقد الجواز من جيبه وقال للدكتور شوف لي مكتوب تحت اسم زوج ولا منفخ هوا. واحده شافت صاحبتها بعد مده طويله، قالت لها ايه ده انت خسيت قوي، قولي لي على الرجيم بتاعك فورا. قالت لها لا مش رجيم، ده جوزي منكد عليا وعيشت هباب وعصبي وبخيل وعينه زايغه وسادد نفسي عن الاكل. قالت لها وايه مصبرك عليه طيب؟ قالت لها فاضل لي 6 كيلو. 2 صحاب قاعدين قدام القهوه وعمالين يضحكوا بصوت عالي قوي، عدى عليهم واحد مسؤول واستغرب من ضحكهم ده، فدخل عليهم وسالهم عن سبب ضحكهم، فقالوا له يا فندم احنا عندنا حل لمشكله البلد دي. فقال لهم هو مستغرب ايه هو الحل ده؟ قالوا له يا سعاده البيه احنا نلم الشعب كله وندفنه وندفن معاه حمار. المسؤول استغرب وقال لهم ليه تدفنوا معاهم حمار؟ فرجعوا يضحكوا بصوت اعلى من الاول، وواحد فيهم قال للتاني مش انا قلت لك مفيش حد هيسال عن الشعب؟
مرة واحد راح يخطب واحدة، ابو البنت قال له بس البنت لسه بتدرس، قال له خلاص اجيلها في الفسحة. وزير الصحة راح يزور مستشفى الأمراض العقلية، سأل المدير انتوا ازاي بتفرقوا بين العاقل والمجنون؟ المدير قال له بسيطة، نملى البانيو بالمية ونحط قدام المريض معلقة وفنجال وسطل ونقول له فرغ البانيو من المية ونشوف هيختار ايه عشان يفرغ البانيو. الوزير قال له اكيد العاقل بيختار السطل. المدير قال له لا طبعا، العاقل يرفع سدادة البانيو. المدير قال له وزير الصحة ايه، تحب نختار لك غرفة خاصة ولا تقعد مع الشباب في العمومي؟ محشش سرق فرخة وراح ياكلها على البحر، مسكته الشرطة وأنكر الشرطي والريش اللي جنبه. المحشش اتورط وقال له ما سرقتهاش، هي نزلت البحر تسبح وقالت لي خلي بالك من هدومي. اتنين محششين عملوا حادثة ودخلوا في وش بعض. الأول بيقول له أنا عمال أقلب لك بالنور عشان تنتبه وأنت بتشغل المساحات ليه؟ المحشش التاني قال له أنا قصدي أسألك أدخل يمين ولا شمال؟ مرة واحد غبي ماشي في الشارع عمال يقول يا رب يا رب احط ايدي في جيبي الاقي 10 جنيه يا رب. حط ايده في جيبه لقى جيبه مخروم، رجع يدور عليها لا تكون وقعت. واحد راح يخطب بيقول لابو العروسه يا عمي انا عندي شركات ومصانع وعربيات وطيارات وفيلل وقصور، بس عندي مشكله واحده. الراجل قال له خير يا ابني، مشكله ايه؟ قال له مشكلتي اني كداب. ست عجوزة وقفت شوية مش عارفة تعدي الشارع من العربيات، فقلت أعديه. بعد ما عديتها قالت ربنا ياخدك يا ابني، أحسن من العيشة في الزمن ده. الحكمة بتقول أول ما تلاقي مراتك داخلة عليك بكوباية عصير اعرف إن الفاكهة اللي في التلاجة قربت تبوظ. واحد ومراته خرجوا مع بعض وقعدوا في مكان والمكان فاضي وكله هدوء. قالت بينها وبين نفسها اكيد دلوقتي هيقول لي كلام حلو ورومانسي. قال لها تصدقي لو دفنتك هنا محدش هيعرف لك طريق. واحد مجنون بيسأل الدكتور قال له ليه لحد دلوقتي ما جاليش عيال؟ الدكتور قال له يمكن العيب فيك او في المدام. قال له لا اكيد مني لان لحد دلوقتي ما اتجوزتش. حكمة أهبل، ما اجتمعت امرأتان لتتحدثان إلا سكت الشيطان ليستفيد من خبرتهما. واحد عنده قط كل ما يرميه بعيد يرجع له، رماه عند المطعم رجع، رماه عند البحر رجع، رماه في سوق السمك رجع. الراجل فقد أعصابه وقرر يرميه في الصحراء، وداه وسط الصحراء وسابه. بعد ساعتين اتصل على مراته وقال لها القط رجع. قالت له ايوه رجع وقاعد على السلم مستنيه. قال لها اديله التليفون خليه يوصف لي الطريق ربنا ياخده. دكتور جلدية راح يتمشى في الأسواق وقابله شخص وسلم عليه وقال له فينك يا دكتور؟ كل ما اجي العيادة يقولوا لي انك نقلت. الدكتور مين اللي قال لك اني نقلت؟ قال له المنوفي صاحب محل البيض اللي تحت العيادة. راح الدكتور عند المنوفي وقال له ايه اللي بينك وبيني؟ كل ما يجي واحد للعيادة تقول له اني مش موجود واني نقلت. المنوفي قال له وانت ليه تقول لهم البيض بيجيب حساسية؟ يا نشتغل سوا يا نقفل سوا. في واحد دايما صايم، سألوه ليه؟ قال لهم مراتي كل يوم والتاني تسألني أنا حلوة؟ أقول لها أيوه، تقول لي طب احلف واحلف وأصوم 3 أيام، ودي حالتي من يوم ما أخدتها. محشش راجع البيت لقى مراته ما عملتش أكل، زعل ودخل ينام. جت تراضيه وقالت له حبيبي أعمل لك مساج؟ قال لها والله لو عملت لي ارميه بحلته في الشارع. واحدة اتمسكت في سوبر ماركت وهي بتسرق. القاضي سألها سرقت ايه؟ قالت له علبة لبان. قال لها كان فيها كام لبانة؟ قالت له 10. قال لها 10 أيام حبس. قام جوزها يجري وقال للقاضي وكيس رز. واحد بيسألوه ايه أسوأ رحلة عملتها؟ قال لهم رحنا مع مرات ابويا العمرة، احنا ندعي عليها وهي تدعي علينا، واحنا راجعين عملنا حادثة واتكسرنا كلنا. 3 فيران بيحششوا مع بعض. الأول قال أنا السم عمره ما يحوق فيا، بستعمله زي السكر وأحل بالشاي. التاني قال أنا بدخل المصيدة آكل الجبنة وألعب رياضة وأخرج تاني. التالت بص لهم كده وقال لهم أستأذنكم أنا بقى. قالوا له على فين كده؟ قال لهم هروح أضرب القط قلمين واجي. واحد رخم جدا دخل السينما ملقاش فيها غير واحد، قعد وراه وقال له لو سمحت راسك عشان مش شايف. مرة واحد محشش بيوقف تاكسي فسأله فاضي يا اسطى؟ فقال له الوسطى ايوه فاضي. فقال له المحشش طب ما تيجي تقعد معايا شوية. واحد غبي راح عند دكتور أسنان عمل له حشوة، قعد كل يومين يرشها. واحد غبي بيغازل حبيبته، قال لها كم عمرك يا حياتي؟ قالت له 39. قال لها نفس مقاس جزمتي.
من اشهر اكاذيب البنت المصريه، انا جالي 5 عرسان دكاتره و3 مهندسين و2 طيارين، بس انا اللي مش موافقه، وهي ما جالهاش غير ابن عمها ولسه خارج من السجن كان سارق مراوح الجامع. واحد بخيل وقف تاكسي وكان معاه كلب، سواق التاكسي قال له انت 15 جنيه والكلب 5 جنيه. البخيل قال له توكل على الله واعتبرنا احنا الاتنين كلاب. مسطول بيقول لصاحبه لو ما معكش فلوس تلف الكرة الأرضية هات لك صندوقين بيرة والكرة الأرضية هتلف بيك لوحدها. طبيب نفسي بيقول عندما يحين موعد النوم ضعوا كل مشاكلكم في الخارج وناموا بهدوء. رد عليه واحد وقال له معقولة يا دكتور هنناموا ونسيبوا نسواننا تنام بره؟ شاب اتجوز واحدة عجوزة قوي وغنية، ليلة الدخلة حضنها جامد عشان يتقطع نفسها وتموت، لقاها بتضحك وبتقول له حضنك ده رد فيا الروح. واحد منوفي عزم واحد صاحبه وجاب له طبقين فاضيين وازازه فاضيه، بيساله ايه ده؟ قال له اعتبر ده رز وده لحمه. قام صاحبنا المعزوم فضل عامل نفسه كانه بياكل، قام خلص وقال له الحمد لله. وبعدين سال المنوفي على الازازه ايه دي؟ قال له اعتبرها خمره. قام صاحبنا جه رافعها على بقه واشتغل بك 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 ونزلها وبص على صاحبنا وراح ضربه بالقلم على وشه. قال له ليه كده؟ قال له اعتبرني سكران. واحد منوفي حماته جت تزوره فبيقول لها هتنورنا لحد امتى يا غاليه يا امه الغاليه؟ قالت له لحد ما تزهقوا مني. قال لها طب على الاقل اشربي حاجه. مدرس رسم طلب من الطلاب كل واحد يرسم حاجه، فراح على واحد لقى ورقته بيضه، قال له انت رسمت ايه؟ قال له رسمت بقره بتاكل برسيم. قال له فين البرسيم ده؟ قال له ما البقره كلته. قال له هي فين البقره اصلا؟ قال له ما اكلته ومشى. مره واحد ركب اتوبيس وراح الاتوبيس وقع في الميه، الراجل طلع من الاتوبيس وراح ضرب غطس طلع 20 واحد من تحت الميه. عدى راجل قال له الله انت عملت عمل بطولي. رد قال له بطولي ايه؟ انا بدور على الكمسار عشان اخد باقي ال 20 جنيه. محشش مسحور راح لدجال، الدجال قال له علاجك عندي بس هات لي نمله عرة ونحله حامل وديك يتيم. المحشش قال له ايه رايك اجيب لك ضفدعه بغمستين؟ واحد محشش بيقول رحنا نخطب لاخويا من القريه اللي جنبنا، طلبوا مننا 2 مليون، بيقول لك من الصدمه روحنا ونسينا هم عندهم. بخيل كل يوم يروح قدام البنك ويزمر بعربيته، ولما يطلع بتاع الامن يهرب. الحارس عمل له كمين في مره واستناه، لما جه وزمر راح فتح عليه باب العربيه قال له يا اخي انت جننتني، انت ليه كل يوم بتعمل فيا كده؟ رد عليه وقال له ولا حاجه، اصل انا ليا فلوس سنه وخايفك تنام. مره حلاق وابنه بيتفرجوا على ماتش كوره، المذيع قال وشاطها بمشط رجله جت في المقص. الولد قال لابوه بابا دول بيلعبوا في العد. مرة واحد باشا الزمن دار عليه وبقى فقير، حب اشتغل بتاع فجل وجرجير، وقف في السوق وهو لابس الطربوش وبيقول فجل يا حوش جرجير يا كلاب. رئيس دولة صغيرة راح زيارة للصين، رئيس الصين بيقول له احنا عددنا 900 مليون نسمة، انتوا عددكم كام؟ رد رئيس الدولة احنا عندنا 30,000. راح رئيس الصين قال له يا راجل طب ما جبتهمش معاك ليه؟ واحد بيقول اغلى برفان في دبي ب2 مليون درهم، بيصنعوها على حسب مراحل حياتك بعد ما تقعد مع خبير عطور نفسي. انا بقى لو رحت حكيت له مراحل حياتي هيعمل لي فنيك. ست اتاخر جوزها عليها، قالت لامها انا خايفه يكون متجوز، قالت لها بعد الشر اتفق لي خير يمكن عمل حادثه. 4 راكبين تاكسي ومفيش معاهم يدفعوا الاجره، اتفقوا انهم يهربوا بسرعه اول ما التاكسي يقف، وفعلا وقف التاكسي، قاموا فتحوا الابواب بسرعه واشتغلوا جاري ورجليهم بتخبط في بعض. وصلوا العماره وطلعوا اول دور تاني دور تالت دور لحد ما وصلوا لاخر دور، لزقوا في الحيطه لا حس ولا نفس نص ساعه. بعدين واحد منهم نكش اللي جنبه قال له يا ترى السواق عمل ايه؟ قال له انا السواق بس قول لي احنا بنجري ليه يستر عرضك. ظابط بيسأل محشش انت ساكن فين؟ قال له مع اخويا. قال له واخوك ساكن فين؟ قال له معايا. الظابط اتعصب وقال له يا حمار انت واخوك ساكنين فين؟ قال له مع بعض. محشش مسافر، اتصلوا اهله وقالوا له مبروك خطبنا لك، فرح قوي وقال لهم بالله عليك ما تجوزنوش الا لما اجي. سألوا محشش تعرف ايه عن صالون النساء؟ قال لهم هو اكبر برنامج فوتوشوب بالعالم، تدخل الواحدة من دول مخلصة خدمة تطلع مشجعة روسية. محشش راح لدكتور نفساني، قال له بتجيني حالة غريبة اكلم الناس بس ما اشوفهمش. سأله الدكتور بتجيلك الحالة امتى؟ قال له لما اتكلم في التليفون.
محشش مات ابوه وعمال يعيط. جاله تليفونه بعد ما خلص قعد يعيط اكتر. سألوه في ايه؟ قال لهم اختي بتقول ابوها مات. واحد اشترى سندوتش فلافل، قال له صاحبه قول بسم الله قبل الاكل. رد عليه ليه؟ قال له عشان الشيطان ما ياكلش معاك. قال له يعني هو الشيطان سايب الناس اللي في ماكدونالدز وكنتاكي وجاي ياكل معانا فلافل؟ قدم لها 4 خواتم وقال لها انت كل زوجاتي ال4 لا اريد الزواج بعدك. المهم البنت في الانعاش ما استحملتش الرومانسيه، والواد في السجن طلع سارق محل ده. 3 محششين مسكهم شرطي، قعدوا يتحايلوا عليه يسيبهم، وبعدين الشرطي حس ان هم سكرانين. الشرطي قال لهم هسألكم سؤال واللي يجاوب صح هيروح. سأل الاول مين اللي فاز بمباراة برشلونة وريال مدريد؟ واحد قال برشلونة، قال له روح. سأل التاني مين اللي انتصر في معركة بدر بين المسلمين والكفار؟ واحد قال المسلمين، قال له روح. سأل التالت وانت فهمت ايه من الاسئلة؟ قال له برشلونة والمسلمين على النهائي. واحد بيقول لصاحبه ايه احسن طريقة تنشر بها خبر؟ قال له تقول الخبر لواحدة ست وتقول لها انه سر. واحد محشش خبط على جيرانه في نص الليل، قال لهم عندكم طماطم؟ قالوا له اه. قال لهم وانا كمان عندي. 2 مساطيل عايزين يسرقوا عمارة، فقالوا لبعض احنا ناخد العمارة بعيد ونسرقها براحتنا. قلعوا هدومهم وبدأوا يزقوا العمارة، فجي واحد من وراهم سرق الهدوم. واحد منهم بص وراهم ما لقاش الهدوم، قال له كفاية بقى احنا شكلنا بعيدنا قوي. محشش راح يشتري علبة كليوباترا من الكشك، الراجل قال له فلوسك ناقصة. قال له طب هات نص كليوباترا. مرة واحدة متجوزة مدرس رياضيات بتقول له الغسيل 12، قال لها لا 13. الست اللي بتقول جوز عمري ما جاب لي حاجه دي كدابه. طب الصداع والضغط والسكر مين اللي جابهم يا كدابه؟ خافي ربنا. بخيل جاله ضيوف، قال لمراته بفكر اذبح البغبغان ونعمل شوربه وفته ونشوي الضلوع على الفحم، والجناح نعمله هواي، ونعمل لحمه راس من المخ، ونقلي الكبده والقوانص. رد عليه البغبغان وحلبني بالمره يا روح امك عشان تعمل رز بلبن. محشش صحى من النوم، قال لاخوه حلمت بمسمار دخل برجلي. اخوه قال له تستاهل عشان ما تنامش حافي تاني. واحد كسب 1,000,000 جنيه، سألته المذيعة هتعمل ايه بالمليون؟ قال لها اسدد ديوني. قالت له طب والباقي؟ قال لها الباقي يصبروا عليا شوية الدنيا مش هتطير. مصرية راكبة طيارة، المضيفة جابت لها طبق فيه 4 صوابع ورق عنب، الست أكلتهم وقالت لها استوى خلاص، ادفع عليه واقلبي الحلة وهاتيه. واحدة بتقول جوزي اتقدم لي 5 مرات وبابا يرفضه، بعدها زهق منه ووافق اتجوزه. دلوقتي بقالنا 5 سنين متجوزين، وكل مرة يقول لي أبوك كان بيدور على مصلحتي بس أنا اللي حمار. غبي قرر يقول حكم، قال لا تعطيني بيضة ولكن علمني كيف أبيض. في واحد بخيل ما ينامش إلا وراسه في الخزنة، ليه؟ عشان مركب أسنان دهب. طفل بيسأل امه نفترض انك ما اتجوزتيش ابويا ولا ولدتيني وشفتيني عند ناس هتعرفيني؟ الطفل ده رضع مخدرات ملناش دعوه بيه. محشش بيسمع اغنيه حسين الجسمي، الاغنيه كانت بتقطع كل شويه. المحشش وقف المسجل وقال له حسين لو انت مش حافظ الاغنيه اسكت احسن. مره ظابط حب يفسح ولاده خدهم مسرح الجريمه. مره واحد وحش قوي اتجوز واحده وحشه قوي خلفوا عيل رموه. مرة واحد اسمه أمير عطس راح لازق في الحيطة. بنت حلوة دخلت الامتحان ومعرفتش تحل ولا كلمة، الدكتور قال لها تحب تاخدي 0 ولا نتقابل؟ قالت له لا طبعا نتقابل. قال لها خلاص يبقى اشوفك السنة الجاية. واحد قال لأمه ادعي لي، قالت له روح يا ابني ربنا يديك بيت من غير إيجار وأكل من غير فلوس وناس يحرسوك. صح لقى نفسه في السيف. طباخ عمل فيديو كريب، بنت اسمها نور غسلت وشها اتكهربت. مرة واحدة اسمها نسرين عملت حادثة كل نسر طرف ناحية. دكتور في مستشفى المجانين دخل لقى واحد معلق نفسه في السقف وعمال يقول انا لمبة انا لمبة. فلقى واحد تاني فسأله بيقول له يا ابني انت عارف انت مين وانا ابقى ايه؟ قال له انا محمد وانت الدكتور. قال له طب كويس انت حلو اهو، امال صاحبك ده ماله؟ قال له ده واحد مجنون معلق نفسه في السقف وعمال يقول انا لمبه انا لمبه. قال له طب ما نزلتوش ليه؟ قال له ما انا خفت انزله نقعد في الضلمه. 2 مساطيل قاعدين مع بعض، واحد فيهم ماسك مرايه وعمال يبص في المرايه ويقول الشكل ده مش غريب عليا. فقام صاحبه ماسك المرايه منه وبص فيه قال له يا عم ده انا.
واحد سكران وقع من الدور التالت، الناس اتلمت حواليه وبيسألوه فيه ايه؟ قال لهم معرفش والله، انا لسه نازل دلوقتي. بنت اسمها هالة حطت كونسيلر اختفت. اخطبوط بيعيط في المية، قالوا له مالك بتعيط ليه؟ قال لهم مش عارف ايدي من رجلي. مرة كيس مكرونة اتخانق مع مراته، قالت له وديني اندومي. واحد بيسأل واحد محشش بيقول له انت شغال ايه؟ قال له عواطلي. قال له ليه كده؟ قال له مش احسن ما اقعد من غير شغل. واحد حب يعمل مفاجأة لمراته في عيد ميلادها، راح مطلقها. واحد سأل صاحبه انتهت الخناقة بينك وبين مراتك على ايه؟ قال له جات لحد عندي ركعة على ركبتها وقالت لي اطلع من تحت السرير يا جبان. واحد سكران مروح اخر الليل، جه يفتح الباب بالمفتاح ما لقاش الخرم، جه ابوه من الشباك قال له ارمي لك المفتاح. المحشش قال له لا المفتاح معايا، ارمي لي خرم الباب. سأله محشش ازاي تتمنى مراتك؟ قال لهم اتمناها نفس القمر. قالوا يعني تتمناها حلوه وهادي؟ قال لا اتمناها تكون عندي بالليل وتختفي بالنهار. واحد دخل بنك وقال للموظفة افتحي لي حساب يا كلبي، قامت واشتكت للمدير. المدير جه انت في بنك محترم لازم تتكلم بأدب. رد عليه عاوز افتح حساب ب10 مليون يا حمار. المدير قال له وبنت الكلب دي ما جابتلكش عصير؟ واحد بيسأل امه هو قلب الانسان فين؟ قالت له في الشمال عند الصدر. قال لها غريبه. قالت له ايه اللي غريب في كده يا واد؟ قال لها اصل سمعت بابا بيقول لجارتنا قلب بين ايديك. طالب كتب في الامتحان الفيزياء كانت هتبقى اسهل لو الشجره نفسها كانت وقعت على نيوتن. اذكر جنسيه الطالب. محشش ساق عربيه اسعاف في الحرب ومعاه 45 قتيل في العربيه، وسمع في الراديو سقوط 40 قتيل، وقف وفتح الباب وقال ال5 اللي بيستهبلوا ينزلوا. ست بتقول للدكتور طمني يا دكتور جوزي ماله؟ قال لها مش هكدب عليك يا مدام جوزك مش عاجبني. قالت له ولا عاجبني انا كمان يا دكتور، بس اعمل ايه العيال بيحبوه. واحدة بتقول لحماتها مش قاهرني غير جوزي، مسافر على ألمانيا يتعالج وكل شوية يقول لي ابعتيلي صورتك، مع إن الممرضات هناك كل واحدة أحلى من التانية. ردت حماتها وقالت لها ما يمكن عايز يفرجهم على سبب المرض. واحد مراته رجعت البيت متأخرة في الليل وبهدوء فتحت باب غرفة النوم، شافت 4 رجول طالعين من تحت البطانية، جابت عصا ونزلت فيهم ضرب بكل قوتها. بعد الضرب نشف ريقها من العطش، راحت المطبخ تشرب، لقت جوزها قاعد يقرا في كتاب. قال لها اهلا يا حبيبتي، امك وابوكي جوه عندنا النهارده، خليتهم يناموا في غرفتنا. قالت له احلف. واحد غبي راح يشوف نتيجته، لقى نفسه ساقط في كل المواد. رجع البيت وقال لامه انت قاعده تلعبي طول السنه وجايه تدعيلي في اخر يومين. محشش ابنه ضاع، مراته بتقول له روح دور على ابنك بقاله 5 ايام ضايع. قال لها ما توجعيش دماغي، اسبقيني للاوضه نيجي نطلع بدل فائد. محشش بيسمع اغنيه حسين الجسمي، الاغنيه كانت بتقطع كل شويه. المحشش وقف المسجل وقال له حسين لو انت مش حافظ الاغنيه اسكت احسن. محشش رجع بيتهم شايل قطة، فتحت مراته الباب. المحشش قال ايه رايك بالبقرة؟ مراته قالت له يا غبي دي مش بقرة. قال لها اسكتي انا بكلم القطة. واحد غبي بيسأل شيخ في رمضان، بيقول له هي الشطافة بتفطر في رمضان يا شيخ؟ الشيخ قال له لا يا ابني طبعا. الغبي قال له اصل شربت منها النهارده. محشش مسكوه وخدوه للمحكمة. القاضي بيقول له دي تاني مرة تيجي فيها، ما انتش مكسوف من نفسك؟ المحشش قال له شوف نفسك انت كل يوم هنا. واحد ميكانيكي ابوه مات وهم شايلين جنازة ابوه، واحد قال له هو ابوك تقيل ليه كده؟ رد عليه قال له يمكن مات معشق. واحد غبي شاف ايدين جدته عليهم حنة، قال الله يكون في عينها دي بدأت تصدي. واحد كاتب بوست للستات بيقول ما تظلميش حبيبك انه بيخونك مع واحدة تانية، ما يمكن انت التانية اللي بيخون حبيبته معاها. مسطول بيقول عايز اسأل سؤال قانوني، في حالة موت الشهود اللي في عقد الزواج يقدر الواحد ينكر انه متجوز؟ ست مصرية طلع لها المارد وقال لها ليكي 3 طلبات مجابة ولزوجك 10 أضعاف ما تطلبيه. قالت له عايزة أكون أجمل واحدة. قال لها ماشي، وزوجك هيكون أحلى منك 10 مرات. قالت له عايزة أكون أغنى واحدة. قال لها بقيتي أغنى واحدة وزوجك أغنى منك 10 مرات. قالت له عايزة يجيلي جلطة خفيفة. ضحك المارد وقال لها إن كيدكن عظيم، عايزة العزا فين؟ بنت ابوها ضربها قررت تنتحر، طلعت فوق الدولاب رمت نفسها على السرير كسرت المله، ضربها تاني.
واحد ومراته ما بيتكلموش. مراته جابت ورقه وكتبت له انا عايز اروح عند امي، كتب لها مفيش مروح. راحت جابت ورقه كبيره وكتبت له انا بقول لك عايز اروح عند امي، كتب لها مفيش مروح وما تعليش صوتك عليا تاني. مره واحد اسمه امير عطس راح لازق في الحيطه. بنت اسمها زينه راحت حفله علقوها. عمار اتجوز بطاطساي خلفه بطاطس محمره. واحد غبي خبطته عربية وخد تعويض 50,000، راح واقف قدام القطر وقال له خش يا ابو الملايين. محشش بيغسل عربيته، سألوه ليه بديت من اللوحة؟ قال لهم مرة غسلت العربية من السقف ولما وصلت للوحة اكتشفت انها مش عربيتي. في اسد ونمر وديب وثعلب وفار تايهين في غابه. النمر قال يا جماعه احنا جوعنا. الثعلب قال له ايه رايكم ناكل اضعف واحد فينا. الفار رد وقال اقسم بالله اللي هيلمس الاسد هطلع عين امه. اهبل واحول بيقلوا طعميه، الاحول يرمي الطعميه بره الزيت والاهبل بيعمل تيش. مره واحد محشش كان بيدق مسمار في الحيطه، فالمسمار وقع منه، فقال له تعالي ما جاش، تعالي ما جاش، فراح رمى عليه شويه مسامير وقال لهم هاتوه. واحد بخيل قاعد زعلان، مراته بتقول له مالك يا راجل؟ قال لها الصيدليه عامله خصم ومحدش فينا عيان. سألوا واحد اهبل ليه الدكاتره بيلبسوا كمامات لما يعملوا عمليات؟ قال عشان لو فشلت العمليه محد يعرفه. واحد اهبل ساكن جنبه واحد اجنبي، قال له جود مورنينج، راح ردد عليه مورنينج جود. سالته مراته انت قلت له نفس الجمله بس المقلوب ليه؟ قال لها انت هتفضلي غشيمه كده لحد امتى؟ هو قال لي السلام عليكم قلت له عليكم السلام. واحد ضرب عيل فرفور، الفرفور قال له والله لا اوريك. راح جاب صحابه الفرافير كلهم وقالوا له شايف كل دول؟ قال له ايوه شايفهم. قال له مخصمينك. الست بكلمه حلوه من جوزها بتنسى كل زعلها منه، والراجل بكلمه حلوه من اي واحده بينسى انه متجوز اصلا. واحد دخل عيد ميلاد لقى بابين، باب للحريم وباب للرجاله. دخل من باب الرجاله لقى بابين مكتوب عليهم القرايب والاصحاب. دخل من باب الاصحاب وبعدين لقى بابين مكتوب عليهم بهديه وواحد من غير هديه. دخل باب من غير هديه لقى نفسه في الشارع. مدرسة فرنساوي بتسأل طالب فاشل نجمة يعني ايه؟ الطالب اللي جنبه غششه وكتب له على الديسك ليتوال. الولد قال لها نجمة يعني ليتوال. المدرسة اتصدمت ازاي اعرفها؟ قالت له طب حطها في جملة. قال لها ليتوال يقعدوا ورا والقصيرين قدام. فرنساوي وايطالي ومصري بيتباعوا بحضارة بلدهم. الفرنساوي قال احنا حفرنا تحت برج ايفل ولقينا اسلاك تليفون وده دليل ان احنا عندنا تليفونات من 200 سنة. الايطالي قال احنا حفرنا تحت برج بيزا المائل ولقينا اسلاك نت وده دليل ان احنا عندنا نت من 500 سنه. المصري قال واحنا حفرنا تحت الاهرامات وما لقيناش حاجه وده دليل ان احنا عندنا واي فاي من 7000 سنه. كما انت عظيم ايها المصري. محشش راح للقاضي عشان يطلق مراته. القاضي قال له راجع نفسك لانها هتاخد نص مرتبك نفقه. قال له توكل على الله، ما هي كانت بتاخده كله. وصلت زوجة بيتها متأخرة في الليل وبهدوء فتحت أوضة النوم، شافت 4 رجول طالعين من تحت البطانية. جابت عصاية ونزلت فيهم ضرب بكل قوتها لحد ما تعبت. بعد الضرب نشف ريقها وعطشت. راحت المطبخ شافت جوزها قاعد في الصالون بيقرا مجلة. قال لها أهلا يا حبيبتي، أمك وأبوك جم عندنا النهاردة وخليتهم يناموا في الأوضة بتاعتنا، سلمت عليهم؟ واحد قال لمراته ممكن يعدي اليوم من غير نكد؟ قالت له والله نفسي بس خايفه يتراكم عليك، خليه كل يوم بيوم احسن. واحد واقف فوق كوبري وعمال يقول 46 واحد 46 واحد. واحد معدي سأله ايه 46 دي؟ قال له تعالى اقول لك. شاله ورماه من فوق الكوبري وقال 47 واحد 47 واحد. مرة تعبان نظره ضعيف حب واحدة طلعت خرطوم. مرة واحد راح يشتري مخدرات ب 200 جنيه، الشرطة كبست على المكان راح رامي ال 200 جنيه. واحد ومراته ماشيين في السوق، بعد شوية مراته ضاعت منه فقعد يدور عليها وهو ماشي. قابل واحد تاني مراته ضايعة منه برضه، فقال له انت مراتك شكلها ايه؟ قال له بيضة وطويلة وعينها خضرا وشعرها اصفر ولابسة فستان فوق الركبة. وانت مراتك شكلها ايه؟ قال له سيبك منها وتعالى ندور على مراتك.
غبي راح يصطاد في افريقيا، ويوم لما رجع سالوه اصحابه ها عملت ايه؟ قال لهم صدت 40 حمار وحشي و60 غزال و700 نوبليس. قالوا له ايه نوبليس دي؟ اول مره نسمع عنه. قال لهم مش عارف، حاجه سودة وبتجري بسرعه ويقول نوبليس نوبليس نوبليس. الله ياخده، ذبح نص الافارقه. غبي شغال في صيدليه، جات له بنت قالت له انا عايزه حاجه تبيض وجهي. قال لها اذبحي خروف للضيوف. واحد محشش حب يطور الهليكوبتر، قام فكك المروحة ومركب تكييف. واحد محشش ماسك فرخة وعمال يعذب فيها ويقول لها كل يوم بيض بيض، مفيش يوم كده تجيب لنا حتة جبنة. واحد بيقول لصاحبه من كتر الافراح الايام دي بقيت اشك ان في تخفيضات. واحد كريم قوي اشتغل طيار، فصلوه من تاني يوم. ليه؟ عشان حلف انه ينزل كل واحد عند بيته. محشش مريض بالمستشفى، ركبوا له محلول، قعد يفتح عينيه ويغمضها. سالوه ليه؟ قال لهم جاري الشحن. محشش متخانق مع مراته، اتصل عليها وقال لها انت عامله عشاء ايه؟ قالت له تبن. قال لها طب حلو، اتعشي بقى ونام عشان هتاخر. واحد قاعد في المطار بيشرب خمره وقاعد يبص للطيارات من ورا الازاز، فجاله شيخ قال له انت بتشرب خمره بقالك قد ايه؟ قال له بقالي 20 سنه. الشيخ قال له انت عارف لو جمعت الفلوس ديت كان زمانك اشتريت الطياره دي. فقال له دي طيارتي. الشيخ قال له طب صب لي كاس. واحده جالها واحد يخطبها، راحت لصاحبتها وقالت لها ايه رايك؟ جاي لي خطيب سكران، اوافق عليه ولا لا؟ قالت لها وافق عليه قبل ما يفوق. واحد روح البيت لقى مراته بتعيط، قال لها مالك؟ قالت له جارتنا شافتك امبارح وانت ماشي مع واحده طويله وحلوه قوي وماشي جنب النادي. قال لها ما تصدقهاش بنت الكلب دي، احنا كنا ماشيين جنب المستشفى. محشش شغل التلفزيون لقى المغنيه ورده بتقول بتونس بيك. قال المحشش في جهنم ان شاء الله. ردت ورده وانت معايا. المحشش قال بنت الكلب سمعتني. قاعد مع اصحابي بقول لهم بصراحه كده اللي بيخاف من مراته يقوم يقف. كلهم وقفوا ما عدا واحد. قلت له يعني انت اللي ما بتخافش من مراتك؟ الله والله انا اول ما بتيجي سيرتها بحس اني اتشليت. مدرس رياضيات اتجوز مدرسة رياضيات، خلفوا ولد شبه منحرف وبنت دايرة على حل شعرها. مرة واحدة بتقول لي جوزها تصدق انا كل يوم بحلم بيوم جوازنا؟ قال لها هي لسه الكوابيس دي بتجيلك؟ واحد راجع البيت متأخر، مراته ما رضتش تفتح له الباب. قال لها جبت معايا ورد لأجمل ست في العالم. فتحت له وقالت له فين الورد؟ قال لها وفين أجمل ست في العالم؟ المهم حاليا الأطباء عاملين اجتماع عشان يعرفوا ازاي يفصلوا بين مخه وبين الطاسة اتفاق. سالها انت رايحه فين؟ قالت اف انتوا ما بتتغيروش؟ نفس العقده الذكوريه رايحه فين جايه منين؟ بتتدخلوا في كل حاجه وتحشروا مناخيركم في طريقه لبسنا وفي طريقه مشيتنا. كفاياكم بقى تشدد، الدين مش كده، وسيبونا في حالنا، خلونا نعيش حياتنا. قال لها بلاش تطلعي عقدك على امي وقولي لي رايحه فين. قالت له طب والله ما انا قايله لك. رد عليها طب انزلي يا مدام من التاكسي، انا مش ناقص جنان على الصبح. واحد محشش دخل سوبر ماركت فبيسأل الراجل بيقول له عندك ميه صغيره؟ قال له اه عندي. قال له طب خليها عندك لما تكبر. واحد محشش ماشي في الشارع لقى كنز، قال كويس فاضل الخريطه. مرة واحد بيروح بيته كل يوم سكران، قام من النوم الصبح قال لمراته انت يا وليه كل يوم تسيبي نور الحمام منور؟ مراته ردت عليه قالت له تنيل انت اللي كل يوم بتخش التلاجة. القدماء المصريين كانوا بيرموا الجميلات في النيل، فماتت الجميلات وتفضل لنا الموجودين حاليا. حسب الله ونعم الوكيل في الفراعنه. مرة واحد غبي جاب كبريت لمراته، قالت له مش بيولع. قال لها ازاي؟ ده انا مجربهم عود عود وانا جاي. مرة واحدة اسمها آية دخلت التجارة بقت آية حاسبة. واحد محشش قالوا له ايه رأيك؟ يموت ابوك وتورثه؟ قال لا. قالوا له امال انت عايز ايه؟ قال لهم اول حاجة تضربوا عربية واخد الدية وبعدين اورثه. محشش شغال على عربية نقل الموتى، شاف واحدة حلوة في الشارع قال لها تركبي معايا؟ قالت له لا. قال لها براحتك، الناس تموت عشان تركب معايا. حرامي دخل بيت راجل عجوز عشان يسرقه، لقى البيت كله كباب وفيه فانوس سحري. اخد الفانوس ودعكه وقال له عايز 1,000,000 جنيه. العفريت جاب له ليمون بجنيه. صح الراجل العجوز قال له ما تتعبش نفسك، العفريت ده سمعه تقيل، بقالي 10 سنين بطلب منه يرجعني شباب يروح يجيب لي كباب. صاحب عربية كشري عطلت منه العربية، نزل واداها دقة.
4 صعايدة بيلعبوا على الطريق السريع اللي العربية تخبطه مرتين يطلع بره اللعبة. مرة واحد راح السوبر ماركت قال له عندك جبنة؟ قال له لا، وهو عنده جوه. واحد غبي حب يدرب ابنه على الجري، ربطه في قطر. واحد بيحشش بيقول لصاحبه امبارح جيت اسحب نفس قالوا لي مفيش رصيد. محشش بيقول قبل 15 سنة كانت السبورة لوح والطالب ذكي، دلوقتي السبورة ذكية والطالب لوح. في حاجة محيراني، تروح مستشفى خاص تعاملك الممرضة كأنك جاي تخطبها، وتروح مستشفى حكومي تعاملك الممرضة كأنك مطلقها وواخد دهبها. محشش راكب حمار شاف بنت حلوة وعايز يعاكسها، قال لها أول مرة أشوف قمر يمشي على الأرض. قالت له وأنا أول مرة أشوف حمار دوريه. محشش طلق مراته، قالوا له ليه؟ قال لهم بتعاملني زي الكلب. قالوا له يعني ما تحترمك؟ قال لهم لا، بس عايزاني أكون وافي زيه. ديك سكران فتح بيضة لقاها فاضية، جمع الفراخ كلها في الحوش وقال لهم مين بنت الكلب اللي بتاخد حبوب منع الحمل؟ واحد اتجوز بنت دلوعة، راح يقرب منها قالت توف. الراجل شك في نفسه وراح غسل سنانه بسرعة ورجع، قالت توف. وراح غسل وشه وحط برفان ورجع، قالت توف. راح استحمى ورجع، قالت توف. قال لها تف عليك وعلى ام اللي جابتك، انت عايزه ايه؟ قالت له تف اللمبه. اتطلقت من جوزها وروحت على بيت اهلها، سالوها ليه اتطلقتي؟ قالت لهم في حد يستحمل اهانه وضرب ونكد كل يوم؟ قالوا لها لا طبعا. قالت لهم هو كمان ما استحملش. مقاول جاب عمال يبنوا بيت، العمال بيغنوا هيلا هيلا صلوا على النبي. المقاول سمعهم وقال لهم راعوا شعور صاحب البيت ده مش مسلم. تاني يوم سمعهم بيغنوا هيلا هيلا بصوا على الحيطه، المقاول بص على الحيطه لقى مكتوب عليها صلوا على النبي. حكمة محشش، لو في ثقة في اللي حوالينا ما كناش قفلنا باب الحمام علينا. واحد محشش قتل ابوه وامه، القاضي حكم عليه بالاعدام. المحشش قال له يهون عليك تعدم واحد يتيم. بيقولوا الواحد حشري قوي، هنديك نص مليون جنيه وبطل تحشر نفسك في اللي مالكش فيه. قال لهم موافق، بس النص التاني مين اللي هياخده؟ ام حامل بتسال ابنها الصغير ايه شعورك يا حبيبي وانت هيبقى لك اخ؟ رد عليه وقال لها نفس شعورك لو بابا عايز يتجوز عليك. مرة واحد بخيل قوي جاب تليفون جديد حطه في جيبه اللي ورا ونسى وقعد على الكرسي، راح سمع صوت حاجة بتتكسر، قال يا رب يبقى العمود الفقري ولا يكون اللي في بالي. مرة واحد ظابط حب يفسح ولاده وخدهم مسرح الجريمة. محشش حلم ان في ناس ضربته في الحلم، تاني يوم راح مجمع ولاد عمه وناموا بدري. مرة واحد غبي أكل بمعلقة طويلة عشان دكتور التخسيس قال له يبعد عن الأكل. مرة 2 محششين عايزين يهربوا من السجن فاتفقوا إن هم يقتلوا الحارس، فنزلوا وما لقوش الحارس، طلعوا تاني لحد أما الحارس يجي. مرة 2 مساطيل قاعدين، فالأول بيقول للتاني هو النهاردة السبت ولا الحد؟ قام التاني قال له الاتنين. قام الأول قال له هما جايين مع بعض ازاي؟ واحد محشش اتصل على مصر للطيران بيسأله الرحلة من القاهرة للندن هتاخد قد ايه؟ فرد عليه الاستعلامات وقال له ثانية واحدة. المحشش قال له طيب شكرا. واحد بخيل قال لصاحبه انا عايز اتجوز، قال له هات 100,000 وانا اجوزك. قال له يا عم ده كتير. قال له احنا هنشوف لك واحدة حلوة ولو فاضل حاجة من فلوسك هنرجعها لك. المهم يوم الفرح دخل على مراته وشافها ما شاء الله لقاها تخينة، قال له الله يخرب بيتك يا عوض، جاب ال100 كلها. واحد اهبل دسيته عربية وهربت، سألوه الناس ما حاولتش تاخد نمرة العربية؟ رد عليهم والله حاولت بس اللاقين مثبتها بمسامير. دكتور دخل قسم في مستشفى المجانين، شاف واحد بيضرب راسه في الحيطة، سأل الممرضة ايه قصته؟ قالت له كان بيحب واحدة وما اتجوزهاش. دخل قسم تاني شاف واحد يضرب راسه بالجزمة، سأل الممرضة وايه قصته؟ قالت له هو ده اللي اتجوزها. محشش خطيبته عمالة تمدحه وتنفخ فيه، انت بطل الابطال، انت شجاع وفارس الفرسان. المحشش اتحمس قوي وقام قايل انا اساسا كنت شهيد. محشش بيسأل محشش ليه العصفور لما بيجي يطير بيمسك رجليه؟ قال له خايف لا الصندل يقع. بخيل بيتغدى كبسة مع مراته لوحدهم، قال يا ريتنا لوحدنا. مراته قالت له صلي على النبي يا راجل مفيش حد غيرنا. قال لها انا بكلم الفرخة. بخيل فتح محل حلويات، نزل اعلان بالجريدة مطلوب موظفين عندهم مرض السكر.
واحد بيقول لصاحبه مراتي ماتت وبحاول اعيط من الصبح ما قدرتش انزل ولا دمعة، مش عارف اعمل ايه. قال له تخيل انها رجعت. واحد غبي اشترى موبايل سامسونج، راح بعت رسالة لخطيبته ما تتصليش على النوكيا علشان بعته. واحد قاعد في الدفنة سأل صاحبه انت عزيت؟ قال له لا انا عسمني. خبير انترنت خلف ولد سماه .com. واحد بيقول مراتي اشتريت لي جزمة، قلت لها ذوقك حلو، قالت لي انا اصلا من زمان بعرف اختار الجزم. بيقول من امبارح ما نمتش، عندي حرقان، حاسس انها تقصدني. واحد محشش كان بيحلق دقنه، فالتليفون رن، راح معور نفسه عشان لما يرجع